السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عشاق الساحرة المستديرة وعشاق النادي الأهلي في كل مكان. لو أنت أول مرة تشاهدنا ما تنساش تشترك بالقناة وتفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. تسبب سؤال أحد الصحفيين الحاضرين في مؤتمر الأهلي الصحفي قبل لقاء الترجي التونسي في مباراة الذهاب لنهائي دوري أبطال أفريقيا، والذي سيقام غدا السبت على استاد حماد العقربي في مدينة سوسة في تونس، حالة من الجدل بسبب هذا السؤال. ووجه أحد الصحفيين سؤالا إلى السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم من النادي الأهلي، وذلك عن هوية حارس مرمى الفريق في مباراة الغد، سواء محمد الشناوي الحارس الأساسي أم مصطفى شوبير الذي تولى حراسة عرين الأهلي في الفترة الماضية في ظل غياب الحارس الأساسي للإصابة. ورفض المدير الفني للفريق التعقيب على هذا السؤال، مكتفيا بالابتسامة فقط كتعقيب منه على هذا التساؤل في ظل عودة الشناوي من جديد للتدريبات. وتشهد الفترة الحالية حالة من الجدل حول من سيحرس مرمى الأهلي في الفترة المقبلة عقب عودة الشناوي في ظل استمرار تألق مصطفى شوبير منذ حراسته لمرمى الفريق في فبراير الماضي بسبب إصابة الشناوي مع منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت في كوت ديفوار. ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم من النادي الأهلي مع نظيره الترجي التونسي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، وذلك في تمام الساعة 10 من مساء غد السبت. بالتوفيق للنادي الأهلي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.